السيدة والهاسي مكلفة بالإصغاء والاتصال على مستوى الوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال أجراء وكالة سيدي بلعباس في إطار مواصلة الحملة الإعلامية والوطنية لفائدة أرباب العمل والناشطين بالقطاع الغير رسمي تحت شعار الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون. فاليوم ينظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أبواب مفتوحة من 6 نوفمبر وهي مستمرة إلى غاية 10 من نوفمبر 2022، وذلك للتعريف والتذكير فيما يخص أرباب العمل بالتزاماتهم اتجاه الضمان الاجتماعي وحثهم على ضرورة التصريح بالأجراء والعمال مع تعريفهم بالتسهيلات المقدمة لفائدتهم في حال احترامهم لآجال تسديد الاشتراكات بما فيها التدابير التحفيزية لترقية التشغيل. وأيضا هذه الأبواب المفتوحة تكون فرصة أننا نقدم الامتيازات الممنوحة لفائدة أرباب العمل، من بينهم البوابات الرقمية المتاحة للتصريح عن بعد والدفع الإلكتروني والتي يقوم بها أرباب العمل 7 أيام على 7 أيام بدون التنقل إلى مصالح الصندوق وبكل سهولة. راح يكون من خلالها التصريح بأوعية الاشتراكات والتصريح بحركة الأجراء إلى جانب التصريح السنوي بالأجور والأجراء. فإنه هذه الأبواب مفتوحة، ومن خلال هذه الأبواب المفتوحة نقدم دعوة لكل أرباب العمل خاصة القطاع الغير رسمي منها أنهم يصرحوا بالنشاط وبالأجراء، وذلك أن آلية الضمان الاجتماعي هي من أهم ما يهدف إلى معالجة الآثار الناجمة عن مختلف المخاطر التي يتعرض لها العمال من خلال حياتهم المهنية، والتي من خلالها يوجد ذلك عن طريق إيجاد بديل للأجر في حالة انقطاعه للعامل في حالة بسبب الوفاة أو العجز أو المرض. ومن خلال هذه الأبواب المفتوحة راح كاين أعوان تحت التصرف يقوم بالمرافقة الدائمة لأرباب العمل. تابعوا إذاعة الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.